واحنا ليه بنسمي الكنايس بأسامي القديسين والشهداء والملائكة؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة القبطية وعيد النيروز اللي هو عيد الشهداء. عشان نجاوب على السؤال ده هنجاوب عليه في 5 أسباب لتسمية الكنايس بأسامي القديسين والشهداء. السبب الأول، بعد عصر الاستشهاد كانت الكنائس بتتبني على الأماكن اللي موجود فيها أجساد الشهداء والقديسين، فكانوا بيتسموا بأساميهم. السبب التاني وهو علشان نقدر نميز الكنائس، خاصة لو في أكتر من كنيسة في نفس المكان. السبب التالت هو تذكار للشهداء والقديسين، زي السيد المسيح ما عمل مع ساكبة الطيب في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 26 آية 13، وقال: حينما يكرز بهذا الإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. فالكنيسة هي تذكار للقديس اللي اتسمت على اسمه. السبب الرابع هو إن السيد المسيح نفسه قبل إن هو يسمى بأسامي الأنبياء، وقال: أنا هو إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. السبب الخامس والأخير إنه الكتاب المقدس نفسه حدد الكنايس بأماكن تواجدها وحط تسميات للكنايس. يعني مثلا هنلاقي إنه قال هيكل سليمان، وقال إن شريعة موسى. كمان قديس بولس الرسول في رسائله كان بيقول إلى كنيسة أفسس، إلى كنيسة اللادوكيين. في سفر الرؤيا كان بيسمي الملاك بالكنيسة بتاعته على حسب المنطقة. عشان كده بنسمي الكنايس بأسامي القديسين.